الجيش المصري في الصومال، الكلام الكتير اللي بيتقال من وقتها. الجيش المصري بيعمل ايه في الصومال؟ دولة زي اثيوبيا بتهدد دولة بحجم مصر 120 مليون نسمة، سد النهضة. والخطر اللي بيهدد مصر بسبب السد، الرئيس قالها مرة واثنين وثلاثة، أي خطر هيهدد أمن مصر اللي هيحصل في الشرق الأوسط محدش هيتحمله. فغلط إن دولة بحجم اثيوبيا ملهاش أي 30 لازمة تهدد دولة زي مصر أو جيش مصر. أنا بتفرج على التدريبات للجيش الأثيوبي، أنا كنت بضحك بصراحة، أنا كنت بضحك. بتعملوا إيه؟ ده شوية عيال صغيرين بس من حواري مصر يقفلوا أثيوبيا، هم فرحانين إن أمريكا وإسرائيل واقفين في ظهرهم وإن هم أقوياء. لأ، الشعب المصري عامة ساعة الخطر ما بيشوفش حد، ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا إنجلترا ولا فرنسا ولا أي حد بفضل الله يقدر يهز مصر أو جيش مصر. بمجرد بس ما فرقة صعقة وصلت الصومال، رئيس اثيوبيا ما بينامش، عمال عامل زي المجنون. انا بحس ان طفل عمال يتنطط في القنوات من هنا وهنا ومش عارف هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه. دي فرقة بس وصلت الصومال، امال لو احنا ضربنا السد انت هتعمل ايه؟ فانتوا دولة بسيطة قوي بالنسبة لمصر، ومصر ما بتتهددش، ومش مصر اللي امنها هيتضر بحاجة اهم شيء للشعب المصري وللانسان على وجه الاخص، المياه. وخطر المياه مش مصر اللي هتتهدد بيه، لا اسرائيل هتعرف تهددنا، ولا امريكا اللي وراكو، ولا اي حد. بفضل الله مصر ربنا حاميها والجيش بتاعها حاميها، واحنا ما بنتهددش. فلو كنتوا انتوا خفتوا من فرقة صعقة بس، دي حاجة لا تذكر في الجيش المصري، لا تذكر. فالناس تبقى عارفة كويس قوي يعني ايه مصر ويعني ايه جيش مصر. مش انا بطمن الشعب المصري كله، جيشنا في حتة تانية خالص، بفضل الله ياكلوا الاخضر واليابس. فمش دولة زي اثيوبيا اللي هتعمل فينا كده، لا، انتوا بالنسبة لنا هوا ولا اي حاجة في الدنيا تخوفنا. ان شاء الله ان شاء الله بفضل الله قريب جدا السد ده الجيش هيضربه، والناس كلها تبقى مبسوطة وفرحانين عشان امن مصر خط احمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.